إذا راكي مع حلويات العيد، هذا هو معجون الفراولة اللي لازم ديريه في الصابلي. جبت كمية من الفراولة، غسلتها مليح، نقيتها وقطعتها. تحبي تقطعيها على نصفين ولا على 4. من بعد وزنتها، أنا درت كيلو. من بعد ضفت لها 750 غرام سكر ونصف عصرة ليمون. خلطتها مليح غطيتها بابي فيلم وخليتها في الفريجيدات تبات ليلة كاملة باه تطلق كامل هذاك الماء ديالها. غدوة من داك حطيتها في قدر، لازم تكون ثقيله ومن المستحسن تكون عريضه باش هكا الخدمه تجيكم سهله. طيبتها على نار هاديه، لازم تكون نار قليله، حوالي 45 دقيقه حتى لساعه، وقعدوا عسوها. هنايا راح تخرج لكم واحد الرغوه البيضاء، هذيك لازم تنحوها، كل ما تخرج نحوها لاخاطش هذيك الرغوه تطلق المروريه. بعد ما تحصلنا على القوام المطلوب، نعمرها في بلارات تاع الزجاج اللي يكونوا مغسولين ومعقمين من قبل. نغلقوهم مليح ونقلبوهم لمدة 24 ساعة. هذه التدويرة باش المعجون ديالنا يطول في مدة الحفظ ديالو. راح نتحصلوا على معجون فراولة طبيعي وبنين بزاف بزاف بزاف. باه تعرفوا بنتو لازم تجربوه. هنايا سوا تخلوه قطع ولا تميكسيوه وديروا به الصابلي تاع العيد، راح يجي قوة في البنة. وإذا حبيتوا وصفة الصابلي الأصلية التقليدية قولوا لي في التعليقات، راح نعطيها لكم.